السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم في كل حب وخير. بهذا الفيديو عندنا مجموعة من الأخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي التركية والعربية. بداية خلينا ناخذ الخبر الأول، وهو وحدة الصف التركية السورية. بيحكي غازي عنتاب تنضم إلى إسطنبول وبورصة وقيصري وملاطيا ومرسين، وترسل 3 شحنات محملة بمواد غذائية إلى النازحين بالشمال السوري على مدينة إدلب. إن شاء الله توصل لأهلها، لأنه سمعنا كثير عم تنبعت هناك شحنات ولكن ما عم توصل للشكل الصحيح أو للمنطقة الصحيحة. ننتقل للخبر الثاني، وهو هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب في بحر إيجا قبالة شواطئ أورلا بولاية إزمير التركية عند الساعة 10 والنصف 10 و30 دقيقة من صباح اليوم. ننتقل للخبر اللي بعده، وهو اعتداء شخص عنصري بيفكر بطريقة غلط مع الأسف، وكتروا هالأشخاص لكن الدولة مش مقصرة بحقهم. كاميرات داخل إحدى حافلات النقل العام في ولاية أزمير تظهر محاولة تهجم مواطن 55 عام على سيدة تركية بعمر 47 عام لأنها ترتدي النقاب، حيث قال لها: كيف ترتدي هذا وأنت في الجمهورية التركية؟ وحاول الاعتداء عليها لكن قام الركاب بمنعه وإبعاده عنها. تم اعتقاله بناء على شكوى من قبل السيدة بحقه وتوقيفه بتهمة التحريض على الكراهية. طبعا هذا فيديو منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للأشخاص عم يسألوا هذا الشيء متواجد تركيا، متواجد لكن بندرة. يعني ممكن نقول بين المليون ممكن يتحصل شخص بيفكر بهالطريقة المعفنة بصراحة. الخبر الأخير وهو سعر صرف الليرة التركية. الليرة التركية تقريبا محافظة على سعر ثابت إلى هالوقت هذا. كل واحد ليرة تركي ب 7.09، يعني كل 100 دولار ب 709 ليرات. كل واحد يورو ب 8.57، يعني كل 100 يورو ب 857 ليرة. أما عن الليرة التركية مقابل الليرة السورية، فكل ليرة تركية ب 462 ليرة سورية. أما عن الليرة التركية مقابل الدينار العراقي فهي ب 208 دينار عراقي، مقابل الدينار الليبي ب 1.58 قرش. أما عن الريال السعودي ب 1.88 قرش. هذا كان أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. إياكم طيبة سعيدة وباركة، دمتم في أمان الله.